السلام عليكم في فيديو جديد. انا كنت بصور اول مراجعه على القناه قبل الفيديو ده، وحصل مشكله تقنيه فمعرفتش اصور فيديو المراجعه، وفي فيديو كنت مجهز له من فتره ولسه ما كتبتوش، بس انا قلت اطلع قدام الكاميرا واعمله معاكم عشان ما ابقاش وضبت الحاجه وشغلتها على الفاضي. وفي الفيديو ده هنتكلم فيه عن حاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري او بتعمل صيانه في اي مول من المولات، وخصوصا لو بتشتري او بتعمل صيانه في العطار، لان هناك في شويه ناس لو سلكوا هيموتوا فعليا. وبقول لك ايه، في الاول كده لو لسه تدعمني بلايك وشير، دعمك ده هيفرق معايا جدا وهيساعد في وصول الفيديو للناس اكتر. ولو لسه في جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بقول لك ايه، كفايه رغي كده ويلا نبدا الفيديو. بص يا صديقي، احنا هنقسم الفيديو لجزئين. الجزء الاول لو انت هتشتري جديد او مستعمل، والجزء تاني هيبقى في نقطة الصيانة. خلينا في الاول كده. لو هتشتري حاجة، اهم حاجة لازم تعملها قبل ما تنزل تشتري، تدور كويس وتعرف انت عايز تشتري ايه بالظبط، عشان ما تنزلش عند حد ويلبسك، عشان في بياعين هناك او ناس هناك هتبيع لك حاجة ممكن يكون ازيد من ثمنها، او ممكن تبيع لك حاجة موجودة عنده وانت في غنى عن انك تشتريها. هو عايز يبيع لك بس عشان مركونة عنده. فانت لازم تعرف كويس انت عايز تشتري ايه تعمل باللي انت تشتري بيه ايه، وتحاول تدور على الاسعار. وفي ناس بتعمل غلطه كبيره وانها بتشتري من اول مكان بتروح له، حتى لو المكان اللي انت رايح له ده تعرفه او صاحبك او اخوك ما تثقش فيه. انا عارف الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير مني، وخصوصا التجار، وخصوصا ان ليا شغل كتير معاهم، بس انا مش بكلم عن الناس الكويسه. اي مكان زي ما فيه الحلو وفيه الوحش. احنا النهارده هنتكلم عن الناس اللي مش كويسه عشان ما حدش يضحك عليك، فانت ما تاخدش الكلام ده عليك. فزي ما قلت لك كده، لازم تعرف انت بتشتري ايه ومنين وعايزه ليه. زي ما قلت لك، اكبر غلطه بتعملها انك بتشتري من اول مكان. انت لازم تتعب شويه وتعرف سعر اكتر من مكان، وتفرج على اكتر من حد يعرفك مميزات الحاجه دي ايه وعيوبها ايه، عشان ما تلاقيش نفسك اشتريت حاجه ولبست في الاخر. وبرضك خليك عارف ان مفيش اساسا اي بايع مهما كان مين او مهما كان ضميره ايه بيبيع حاجه بايظه. هو ممكن يضحك عليك في السعر مش اكتر، بنسبه 1% ان حد يبيع لك حاجه فيها مشكله، عشان في الاول والاخر لو فيها مشكله هيرجعها. وتاني غلطه بتعملها انك بتاخد حد معاك مش فاهم وعامل نفسه فاهم، او انت تعمل نفسك ناصح على الباقي. بص، عمرك ما هتيجي 1% مهما اشتريت ومهما بعت. هو بيشوف زيك كتير ومر عليه اكتر منك بكتير، فانت لما بتعمل نفسك فاهم عليه او بتشغل دماغك على البائع، فهو غير قضيه انه بيكون عايز يضحك عليك عشان يبين قد ايه انك مش فاهم. ودي اكبر غلطه بتعملها، ودول اكتر ناس سهل انهم يضحك عليهم. مش فاهم في الحاجه ما تبينش انك ناصح، عشان هيضحك عليك بيبقى سهل على البائع انه يقراك، وخصوصا انك مش اول واحد يبيع له، مر بناس زيك كتير جدا. وزي ما بقول لك كده، في حاجتين مهمين لازم تخلي بالك منهم. اول حاجه انك تسال اكتر من حد وتتفرج على فيديوهات كتير قبل ما تشتري. وتاني حاجه، لو انت مش فاهم في الحاجه كويس ما تبينش انك فاهم عشان اضحك عليك. نيجي بقى للصيانه. وانت بتصين الجهاز لازم قبليها تتفق مع الراجل على السعر، عشان لو عمل الجهاز واختلفت على السعر هيبقى هو يرجع لك العيب في الجهاز وهيشيل مقاومات. ودي بتحصل، محدش هيبقى عارف مكانها غيره عشان ما تعرفش تعمل الجهاز ده بره. حتى لو هو ما عرفش يصين الجهاز هيشيل لك مقاومات عشان ما حدش غيره يعرف يصين الجهاز ده في اللابتوب. اما بالنسبه للبولت بي سي، فهي في الاغلب اعطارها بتبقى معروفه، وهو كام واحد بس اللي معروف انه بيصينها. زي ما انا بقول لك، لازم تبقى معاه وما يحصلش اختلاف معاك بعد الصيانه او هو شغال. يشيل لك مقاومات او حاجات صغيره في البورده ما حدش غيره هيبقى عارف مكانها، وبتحصل. ولما تيجي تشتري بورده مستعمله اتاكد انها سليمه 100% ومش متهيت على الشيب بتاعتها. بص، انا عارف ان في بتوع صيانه هيتفرجوا على الفيديو ده، وخصوصا البستان. انا مش قصدي على اي حد فيكم عشان ما نختلفش. وفي حاجه تانية مهمه لازم تاخد بالك منها، اوعى تسيب الهارد بتاعك ولو عليه صور شخصيه عند اي حد بتاع صيانه، كان في مول بقى، محل، قريب، غريب. ما تسيبش الهارد بتاعك لو عليه صيانه او عليه شغل، عشان في ناس بتلعب في الحاجات دي وبتشوفها وبيضحكوا على بعض. ولو عارفين بعض بيضحكوا على بعض، ولو تاجر هيضحك عليه عادي، بيلبسوا بعض، ما فيش اي حاجه. في حاجه عايز احكيها لكم. انا مثلا بجيب شغل من العطار، ساعات وسماعات ببيعهم على امازون وجوميا. ونزلت عند حد في العتبه خدت منه 20 سماعه. السماعه دي كانت واقفه عليا ب 225 جنيه. 20 سماعه فيهم 10 سماعات بايظين، او بمعنى اصح مكسورين. ورجعت للراجل ده ومرضاش يخليني ارجعهم او يبدلهم لي بحاجه تاني، يعني لبسني في 2250 جنيه. وبالمناسبه بتوع العطار لما تيجي تتعامل معاهم، سواء كنت تاجر او يوزر، وفي الاغلب انا بنصحك لو انت يوزر ما تحاولش تستنصح وتنزل تجيب حاجه من العتبه والعطار، عشان العتبه والعطار بنسبه 90% وهيلبسك، يعني هيلبسك مهما كان شغلك معاه هتلبس منه وهيزعلك وهيقول لك انا ببيع لك من غير ضمان، واخبط دماغك في الحيط. وزي ما قلت لك واكد عليك تاني، لو هاردك عليه اي حاجه مهمه او صور شخصيه خصوصا، ما تسيبهوش عند اي حد بتاع صيانه او اي مكان ينقل لك عليه حاجه، عشان هيلعبوا في الحاجه. وخصوصا لو انت بنت، مش هاردك
او اي جهاز عليه بياناتك الشخصيه. وخليك عارف ان معظم بتوع الصيانه بيبقوا حافظين عيب او اتنين في الجهاز فبيجربوا فيه. العيب ما جابش هيقول لك خلاص الجهاز ما جابش وهيخربوا لك البورد. انت وحاول تروح عند حد يكون فاهم في الصيانه وما تروحش لاي حد وخلاص. وفي الاغلب لو الصيانه في البورده هيقول لك غير البورده. ومعظم الصيانات السهله اللي هم بيعرفوا يعملوها في اي محل او اي مول او اي مكان هو انه يغير لك شاشه، يغير لك كيبورد، يغير لك الشاسيه بتاع الجهاز. هم دول اللي بيعرفوا يعملوه. وفي الاغلب لو حد مش سالك هتلاقي ضحك عليك. فانت تسأل كويس وتلف على اكتر من حد وتسأله على القطعة دي موجودة عنده، ولو موجودة تعرف سعرها كام عشان ما تلاقيش نفسك لبست في الحيطة. ولو عايزين محلات ارشحها لكم قولوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بس في حاجة مهمة عايز أأكد عليها، أنا ولا قصدي تاجر معين ولا مكان معين، والكلام ده للتجار عشان محدش ياخد الكلام عليه. انا بقول نصايح عامه للناس. وكده كده الفيديو ده قصير يعني مش هيزيك في حاجه بس هيفيد الناس جدا. وانتوا كتجار او بتوع صيانه حاولوا تتقوا ربنا في اللي انتوا بتعملوه وفي اكل عيشكم. الناس دلوقتي كلها بقت تعبانه، فلوسها على القد، يعني اللي بيجيب حاجه بيجيبها بالعافيه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وما تنساش لو الفيديو عجبك اللايك، الشير، السبسكرايب، ولو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.